يا ما حذرنا في هذا البرنامج، يا ما حذرت الناس. هذا البرنامج وهذه القناة كانت عم تنشر أخبار الزلازل من شهرين ثلاثة. اللي بيتابعني بهذه القناة واللي بيتابعني بهذا البرنامج بيعرف تماما اني حذرت كثيرا كثيرا كثيرا. هلا البعض حيطلع يقول لي شو بتقرا يعني بتقرا بالفنجان، بتضرب بالمندل. بغض النظر، ما حقول لك شو مصدر معلوماتي. اكثر حدا، اكثر صحفي، اكثر قناه صار لها شهرين عم بتحذر الناس. ارجوكم ارجوكم ديروا بالكم، ارجوكم احذروا. جهزوا الشناتي، جهز اي شنطه فيها اغراضك الكامله. شنطه فيها اهم شيء بتاخده فورا، خدها واطلع. زلزال مدمر ضرب تركيا قبل دقائق. لا تروحوا بعيد. الزلزال وصل لمصر، وصل لسوريا، وصل للبنان، وصل للأردن. ألف سلامة على الجميع. الأضرار بتوقع كبيرة جدا. أرجوكم لا تروحوا بعيد، ثواني وراجعين. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. اذا كنت او كنتي للمره الاولى عم بتشوفوا هذه القناه وعم بتشوفوا هذا البرنامج لحد هلا ما اشتركت بالقناه، فلا تنسى تشترك بالقناه، تفعل بزر الجرس، واكيد تعمل لايك على الفيديو اذا عجبك. كنت عم حذرت، قلت في زلزال مدمر سيضرب المنطقه. قبل قليل زلزال قوته 8.1 على مقياس ريختر، وهو زلزال مدمر فوق الستة. زلزال مدمر. مركز الزلزال حسب مراكز الرصد. هلا انت عم بتشوف هذه الحلقة بعد الزلزال مباشرة. لحد هلا ما وصلتنا جميع الاضرار سواء المادية ولا البشرية. حاعطيك موضوعات بالعام. بلشت توصلني فيديوهات من اهلنا بتركيا. شوف هذا الفيديو، صار في دمار واسع بتركيا. الله يكون بعون الناس بتركيا. الزلزال قوته 8.1 على مقياس ريختر، وهو زلزال مدمر بكل ما تحمل الكلمة من معنى. جنوب ولاية غازي عنتاب التركية، جنوب على عمق 10 كيلومتر. أهلنا بسوريا حسوا بالزلزال. على فكرة ما هو زلزال واحد. أول زلزال ضرب بقوة 8.1، الزلزال الثاني بنفس الوقت قبله بنفس الثانية بقوة 6.7 على مقياس ريختر، ضرب وسط تركيا، وأيضا هو زلزال مدمر. بعد أيضا بدقائق ضرب زلزال ثاني بقوة 5.5 بقوته 5 ريختر، أيضا ضرب تركيا. اللي ثلاث زلازل شعروا فيها بأهلنا بسوريا. الناس عنا بالبلد نزلت بالشوارع، الناس بالمزة، الناس بريف دمشق، الناس بالحمص، كل المحافظات السورية. رعب حقيقي الآن في شوارع دمشق، رعب حقيقي. الناس عم تبعت لي، في ناس عم تبكي، في ناس عم تبكي بالشام. الله يكون معكم. والله العظيم احدهم بعت لي، قال لي البيت عم قال لي انا قاعد بالطابق الرابع، قال لي الحيطان عم تتشقق قدامي. رعب حقيقي. الله يستر. ارجوكم الزلزال له توابع يا اخواننا. الزلزال حيكون في له هزات ارتداديه. كنت حذرتك، انا لست في معرض قياس بطولات هنا، ولكن كنت حذرتك وما زلت احذر. هو على تقريبا ان شاء الله يكون راح من قدامنا الزلزال الاكبر. زلزال مدمر سيضرب المنطقه. الا من اول الصور مخيفه عم توصلنا من تركيا، الصور مخيفه، الفيديوهات مخيفه. اهلنا بتركيا رجاء هلا بالتعليقات الكل يخبرني. اكيد الضرر الاكبر صار بتركيا. شوف من قوه الزلزال، اول مره، مع انه زلزال مو عندنا بسوريا مركز، والمركز بتركيا بغازي عنتاب، ولكن عمليا غازي عنتاب قريبه على سوريا. غازي عنتاب هي دوله حدوديه مع سوريا. احدهم قال لي هي المره الاولى من 100 سنه الذي يضرب زلزال بهذه القوه سوريا. هو الزلزال يمكن شبهوه بالزلزال اللي ضرب مصر بعام سنه 1992 وراح على اثره آلاف الضحايا. تصور الزلزال الناس اللي ساكنين بالطابق الارض خافت. الزلزال على فكرة ما كان لثانيتين ولا ل5 ثواني، 30 ثانية. احدهم بيقول لي يا اخي اذا الزلزال 5 ثواني بلحق. قلت وسابقا وبرجع بقول شنطتك جاهزة جنبك، فيها اهم اغراضك. حسيت بالزلزال ب5 ثواني بتكون برات بيتك. لا تقولوا ما نصحنا. صلي شهرين عم حذر الناس، ديروا بالكم. عنا معلومات في زلزال خطير،
سيضرب المنطقة. المركز الألماني لإبحاث وعلوم الزلازل أكد الزلزال، وأكد أنه عمقه على 10 كيلومتر. المركز الأمريكي للزلازل قال أنه قوة الزلزال حسب مقاسه 7.9 على مقياس ريختر. أهلنا بالعراق شعروا بالهز بالزلزال بشكل كبير. أهلنا بالأردن شعروا بالزلزال بشكل كبير. أهلنا بمصر شعروا بالزلزال، وبعدة محافظات مصرية شعروا بالزلزال بشكل كبير. ولكن أكثر دولتين حسوا بالزلزال هي تركيا. مركز الزلزال الله يكون بعون الناس. ولاية كهرمان مرعى جنوب البلاد جنب غازي أنتاب حست بالزلزال بشكل كبير. وصلني فيديوهات دمار بتركيا. الحمد لله لحد هلا لحد الثانية ما وصلني خسائر. الناس ضايجة، السلطات الرسمية ضايجة بتركيا وبكل الدول العربية. ما وصلنا تقارير الحمد لله من سوريا إلى حد الآن بوقوع أضرار كبيرة. الناس بالمزة، الناس بجرمانة، الناس بكل ريف دمشق قالوا سمعوا صوت مرعب جدا قبل الزلزال. أنا بطمن الناس مانو قنبلة، ولكن سبق وحكينا اللي بيتابع قناتي انه يسبق الزلزال صوت مرعب. هو نتيجة، وطلع معنا محلل بالزلازل بالفترة الماضية وحذر نتيجة تضارب الصفائح الأرضية، تداخل الصفائح الأرضية مع بعضها بيطلع صوت مرعب. هذا الزلزال أولا كان قريب من المناطق السكنية وضرب، أنا آسف منفعل، ولكن قلبي عند الناس حزين. حذرت كثير، قلت كثير، ناس سمعتنا ناس ما سمعتنا. أرجوكم أدروا انفعالي. ضحايا بالعشرات في تركيا، أضرار بمئات الملايين. بتصور بصراحة موضوع مرعب. بس أنا أول مرة بحس أهلنا بسوريا اللي عم بيبعتوا لي حسوا برعب. كلنا حسينا برعب. التخوت بلشت تهز، البنايات هزت بالعالم، الناس بالطرقات بالشام. أرجوك إذا عم بتابعني من أوروبا، إذا عم بتابعني من الولايات المتحدة، من كندا، من الخليج، أرجوك اتصل على أهلك أرجوك واطمن عليهم بسوريا. الموضوع مخيف. ما وصلنا لحد هلا القصة جديدة، ما فيني أقول لك صار في أضرار بسوريا، ولكن بقول لك الناس بالشوارع، الناس خايفة. البيوت في بيوت كتير تشققت، حصرا البيوت القديمة اللي بسوريا وقعت. بتمنى ما يكون في بيوت قديمة كتير، بتمنى الأضرار تكون على أقلها. على كل ححاول أحصي الأضرار، حأطلع عليكم بفيديو قادم لنشوف صور، حتوصلني صور جديدة، حتوصلني فيديوهات جديدة، وحكون معكم أولا بأول. بس ديروا بالكم في هزات ارتدادية قادمة، ديروا بالكم أرجوكم. الحمد لله على سلامة الجميع. أي حدا صار عنده أضرار يكتب لنا بالتعليقات، نحن معكم. بدنا نحاول نفتح الهواء ونفتح البث المباشر. كنت أنا معكم أحمد الدرع، معد ومقدم برنامج شو صاير. ضلوا بخير.